قدام فرقة الإعدام. من بعد سنوات، الكولونيل أوريليانو بوينديا غادي تفكر ديك العشية اللي بابا خداه فيه باش يشوف الثلج لأول مرة. ماكوندو كان ديك الساعة دوار صغير فيه 20 دار ديال الطين مبنيين حدا واحد الواد كيجري فيه مصافي وسط حجارة مدلسة بيضاء وكبيرة. العالم كان باقي جديد، بزاف ديال الحوايج ما كانوش عندهم سميات، والناس كانت غير كتير بصبعها لدوك الحوايج. كل عام في شهر مارس كانت واحد العائله ديال الغجر كينصبوا خيمه ديالهم حدا الدوار وكيضربوا البندير والنفار باش يوريو الاختراعات الجديده للناس ديال الدوار. اول حاجه جابوها كانت خماش، واحد الغجري كبير عنده لحيه خشنه ويدين رقاق بحال ديال العصفور، سميتو ميلكياديس. دار واحد العرض اللي سماه المعجزه الثامنه لخيميائي مقدونيا. بدا كيدور من دار لدار وهو كيجر جوج قضبان حديديه. كلشي تصدم باللي شافو الموان 12 المقالي وحتى المسامر كيطيحوا بلاصتهم. بيبان ديال الحديد بداو كيتحركوا، حتى الحوايج اللي كانوا ضايعين مده طويله طلعوا من بلايصهم، بداو كيتجروا مع الحديد السحري ديال ميلكياديس. الحوايج عندهم حياه خاصه بهم، قال الغجري بصوت غليظ، خاصك غير تفيقها. خوسي اركاديو بوينديا اللي كان خياله واسع بزاف وكيمشي بعيد على عبقريات الطبيعه وحتى على المعجزات والسحر، تخيل بلي يقدر يستعمل هذا الاختراع اللي ما عنده حتى فايده باش يستخرج الذهب من اعماق الارض. ميلكياديس اللي كان رجل نزيه قال ليه هادشي ما غاديش يخدم لك لهاد الغرض، ولكن خوسي اركاديو بوينديا في داك الوقت ما كانش كيتيق في النزاهه ديال الغجر، فباع البغل ديالو جوج معيز باش يدي الحديد المغناطيسي. أرسولا غواران مراتو اللي كانت معولة على داك الحيوانات باش ترزق بهم وتصوفي العائلة ما قدرش تقنعو باش يتراجع. غير صبري، جاوبها راجلها، غادي يكون عندنا الداب الكافي وكتر باش نفرشوا به الارض ديال الدار. مدة طويلة وهو كيجر جوج برات ديال الحديد المغناطيسي وكيرد التعويضات ديال ميلكياديس بالجهد باش يثبت باللي الفكرة ديالو صحيحة. قلب في كاع القنات في المنطقة حتى قاع الوادي. الحاجه الوحيده اللي قدر يلقاها كانت درع مصدي من القرن 15 وكتطلع منه مدينه بحال قرعه كبيره معمره بالحجر. ملي خوسي اركاديو بوينديا حل داك الدرع لقى فيها هيكل عظمي وسلسله ديال النحاس فيها شعر ديال المراه معلق في عنقه. الغجر رجعوا في شهر مارس ديال العام الجاي. هاد المره جابوا تلسكوب وعدسه مكبره قد السخط. قالوا للناس بلي هادشي هو اخر اكتشاف ديال اليهود ديال امستردام. حطوا مراقه جاريه في الطرف ديال الدوار وحطوا التلسكوب في مدخل الخيمه ب5 دريال. الناس يقدروا يشوفوا المراه الغجريه قدامهم. من هنا لقدام غادي يقدر الانسان يشوف شنو واقع في اي بلاصه في العالم وهو قاعد في دارو، قال ميلكياديس. وسط الشمس السخونه ديال الظهر جابوا العدسه الكبيره وكومه ديال التبن ناشف وشعلوا فيه العافيه. خوسي اركاديو بوينديا اللي باقي ما تنساتش ليه خيبه الامل ديال المغناطيس جا على بالو يخدم هذا الاختراع في الحرب. ميلكياديس كما العاده حاول يقنعه باش ما يديرش هادشي، ولكن في الاخر قبل يبيع ليه العدسه المكبره مقابل الحديد المغناطيسي وثلاثه العملات الذهبيه. أرسولا بقات كتبكي من الصدمه. داك الفلوس كانوا من الصندوق ديال القطع الذهبيه اللي باها كان كيجمع فيهم حياته كامله، وكانت دايره في بالها تخبيهم تحت السرير ديالها حتى يجي الوقت المناسب باش تستعملهم. خوسي اركاديو بونديا ما حاولش حتى يواسيها. فواحد محاوله باش يبين التاثير ديال العدسه على الجنود العدو، ورغم الاحتجاجات ديال مرتو اللي كانت خايفه بزاف من هذا الاختراع الخطير، حط راسو قدام اشعه الشمس المركزه وتعرض للحروق ولات جروح خايبه اللي خدات وقت طويل باش تبرى. كان شويه ويشعل الدار كلها في العافيه. كان كيسد على راسو ساعات طويله باش يحسب الامكانيات الاستراتيجيه ديال السلاح الجديد ديالو، حتى قدر اخيرا يصاوب كتاب لكيفيه الاستعمال واضح وصيفطه للحكومه مع وصف مفصل للتجارب ديالو وصفحات فيها رسومات توضيحيه. الرساله مشات وسط الجبال وديان وعواصف مع مرسول اللي كان قريب يموت بالمرض والياس وسط السبوعه والنموره، حتى اخيرا لقى طريق اللي كتدي للمدينه. رغم ان السفر للعاصمه كان شبه مستحيل في ديك الفتره، خوسي اركاديو بوينديا قال انه غيمشي ملي الحكومه تعطيه الموافقه باش يقدر يدير عروض عمليه للاختراع ديالو قدام السلطات العسكريه ويدربهم هو شخصيا على الفن المعقد ديال الحروب الشمسيه. لسنوات طويله بقى كيتسنى الرد. في الاخر
ملي عيا ما يتسنى شكا ميلكياديس الفشل ديال المشروع ديالو. الغجري كعربون صداقة رجع عليه القطعة الذهبية مقابل العدسة مكبرة، وزاد عطاه خرائط برتغالية وآلات الملاحة. ميلكياديس كان كتب ملخص قصير للدراسات ديال الفلكي هيرمان بخط يدو، وخلاها عند خوسي أركاديو باش يقدر يستعمل الأسترولاب البوصلة وآلات الملاحة. خوسي أركاديو بوينديا قضى شهور طويلة ديال الموسم ديال الشتاء معزول في واحد الغرفة صغيرة بناها في آخر الدار باش حتى واحد ما يبرزطو في التجارب ديالو. بعد ما تخلى تماما على المسؤوليات ديال الدار، كان كيقضي الليل كامل في السطح كيراقب حركة النجوم، وكان كيحاول يلقى طريقة دقيقة باش يحدد وقت الزوال. ملي ولا خبير في استعمال الادوات ديالو تصور باللي يقدر يطير في الفضاء ويزور اراضي جديده ويكون علاقات مع مخلوقات غريبه بلا ما يخرج من الغرفه ديالو. هاد الفتره هي فين بدا يهضر مع راسو ويدور في الدار بلا ما يتسوق لحتى شي واحد. في الوقت اللي اورسولا والدراري كان كيتكرسوا في الجنان كيزرعوا الموز والبطاطا الحلوه وجذور الدنجان، فجاه بلا مقدمات النشاط ديالو توقف وتعوض بواحد نوع من الاندهاش. دوز خوسي أركاديو بوينديا أيام بحال إلا كان مسحور كيردد مع راسو بهدوء سلسلة ديال التخمينات مخيفة. أخيرا واحد 3 في شهر دوجنبير مع وقت الغدا غيقدر يتحرر من العذاب اللي كان فيه. الدراري عمرهم ينسان وجه الأب ديالهم اللي في ديك الوقيته كان عيان كثرة السهير والتفكير ملي قال لهم الاكتشاف ديالو. الأرض مدورة بحال الليمونة. أرسولا ما قداش تصبر مازال. الا بغيتي تحماق حماق بوحدك خوتات عليه، ولكن ما تحاولش تدخل دوك الافكار الغجريه في دماغ الدراري. خوسي أركاديو بوينديا ما تخلاش من مراته اللي في واحد النوبه ديال الغضب لاحت الاسطرولاب على الارض وهرساتو. بنا واحد جديد وجمع ناس الدوار وبدا كيشرح لهم نظريات كيفاش يمكن الواحد يرجع للنقطه اللي بدا منها الا تبع جهه الشرق. الناس كاملين في الدوار كانوا مقتنعين بلي خوسي أركاديو بوينديا تصدى، حتى جا الغجري ملكياديس وشرح لهم الامور ببساطه. ميلكياديس تعجب من خوسي أركاديو اللي غير من التأملات الفلكية قدر يطور نظرية اللي كانت ثابتة في الواقع رغم أنها ما كانش معروفة في ما كنت من قبل. وباش يبين الإعجاب ديالو أعطاه واحد الهدية اللي غادي تكون عندها تأثير كبير على المستقبل ديال الدوار، مختبر ديال الخيميائي. في ذاك الوقت ميلكياديس كان شرف. ملي بدا السفر كان تقريبا قد خوسي أركاديو بوينديا في العمر، ولكن الغجري كان مريض بواحد المرض اللي كياكل في العظام واللي كان نتيجة أمراض كثيرة تصاب بها من كثرة السفر. قال خوسي أركاديو بوينديا وهو كيعاونو في تركيب المختبر بلي الموت كان ديما تابعو كيشمشم فيه فين ما مشى، ولكن ما عمرو قرر ياخدو. ملكياديس هرب من كاع الأوبئة والكوارث اللي ضربت البشرية من قبل. فسبق ليه فلت من الطاعون في مدغشقر، من الجذام في الإسكندرية، من الحصى في بلاد فارس، من داء الحفاري في ملاوي، من البيريبيري في اليابان، من الزلزال في الصقلية، من الغرق في الضيق ماجلان. هذا المخلوق العجيب اللي كانوا كيقولوا عليه عنده مفاتيح الغيب كان رجل كئيب ديما في واحد الحاله حزينه وعنده نظره ثاقبه. كان لابس قب كبير وكحل كيشبه غراب ناشر جناحه وجيلي اللي باين دازت عليه قرون ديال الزمان. ولكن بالرغم من الحكمه الكبيره ديالو كان عنده واحد الحاله اللي كتخليه غارق في مشاكل الحياه اليوميه البسيطه. كان كيشكي من الامراض ديال الكبار، كان كيعاني من المشاكل الاقتصاديه ومبقاش كيضحك حيت سنانو كاملين طاحوا. في ذاك الوقت في نص النهار ملي شارك الغجري اسرارو تيقن خوسي أركاديو بوينديا بلي بدات ديك الساعه واحد الصداقه عظيمه. الدراري الصغار تصدموا من القصص الخياليه ديالو. اوريليانو اللي ما كانش عنده اكثر من 5 سنين في ذاك الوقت ما عمرو ينسى كيف شافو ديك العشيه مريح قدام الضوء اللي جاي من الشرجم وصوته العميق كيضوي الزوايا المظلمه ديال الخيال. خوه الكبير خوسي غادي ينقل ديك الصوره الرائعه كذكرى وراثيه لولاد ولادو كاملين. اما اورسولا في العكس تماما، كانت عندها ذكرى خايبه من ديك الزياره حيت دخلت عليهم في الوقت فاش طيح ملكياديس واحد القرعه ديال الكلوريد الزئبقي على الارض وتكسرت. هذه ريحه الشيطان، قالت اورسولا. ماشي صحيح ليها ملكياديس، ثبت علميا باللي الشيطان عنده خصائص كبريتيه وهذا الشيء غير شويه ديال المواد المتفاعله. بدا كيشرح ليها خصائص القرفه الشيطانيه، ولكن اورسولا ما عطاتو حتى اهتمام وخدات الدراري. ديك الريحه القويه بقات منقوشه في بالها ديما مربوطه بذكرى ملكياديس. مختبر البسيط كان فيه بزاف ديال القراعي، تيوات، غربال. كان فيه واحد الكاس مزاج برقبه طويله ورقيقه، نسخه من بيضات الفيلسوف، وحاجه اخرى اللي بناوها الغجار براسهم بطريقه حديثه مقتبسه من وصف ديال القرع الثلاثي الارض رع ديال ماريا اليهوديه.
وسط هاد الادوات كامله خلى ميلكياديس عينات من المعادن السبعه اللي كيرمزوا للكواكب السبعه: طلاسيم موسى وزيسيموس اللي كيضاعفوا كميه الذهب، ومجموعات ديال الملاحظات والرسومات ديال المعرفه العظمى اللي غادي تسمح لاي واحد يقدر يفسرها باش يصنع حجر الفلاسفه. خوسي اركاديو بوينديا بقى كيحذر اورسولا لاسابيع باش تخليه يستعمل القطع الذهبيه اللي مدفونه تحت السرير باش تضاعفهم ليها. في الاخر اورسولا ما بقاش قادره تصبر ووافقت على رغبه راجلها. خوسي اركاديو بوينديا خدا 3 عمولات ديال الذهب وحطهم في الطنجره وشعل عليهم العافيه مع برادة النحاس الكبريت والرصاص. عاود غلاهم كاملين في الطنجره ديال الزيت الخروع حتى حصل على واحد السائل ثقيل وخانز الريحه اللي كيبان بحال الكراميل العادي وما كيشبهش بتاتا للذهب. خلط المعادن السبعه ديال الكواكب مع الزئبق السري وفيتريو القبرص في عمليات خطيره ديال التقطير، ورجع طيبهم في شحم الخنزير حيت ما لقاوش زيت الفجل. وفي الاخر الارث الثمين ديال اورسولا مسكينه تحول لقطعه كبيره محروقه من شحم الخنزير لاصقه في قاع الطنجره. ملي رجعوا للغجر كانت اورسولا قاده تجيش اصحاب الدوار ضدهم، ولكن الفضول ديال الناس غلب على الخوف ديالهم، حيت هاد المره الغجر بداو يغنيو بكاع انواع الالات الموسيقيه، وواحد البائع كيعلن على عرض اكتشاف مذهل ديال قوم النايسانس. الناس كاملين مشاو للخيمه وبمقابل سنتيم واحد شافوا ميلكياديس رجع شاب بلا تجاعيد وباسنان جداد كيضويو. اللي كانوا عاقلين على سنانو اللي خربها الكيف، خدوده المترهله وشفايفو الدابله بداو كيترعدوا من الخوف قدام القوه الخارقه ديال الغجاري. الخوف تبدل الخلعه ملي ملكياديس خرج سنانو كاملين وراهم للناس ودغيا رجع داك الشتارف اللي موالفينو، ردهم بلاصتهم، تبسم ورجع صغير تاني. تا خوسي اركاديو بوينديا براسو حس بلي معرفه ملكياديس وصلت لواحد المستوى خطير، ولكن فرح ملي شرح ليه كيفاش يقدر يدير بحالو. بانت ليه عمليه بسيطه وعجيبه في نفس الوقت، لدرجه انه في ليله واحده فقد كاع اهتمامه بتجارب الخيمياء. طاح في ازمه جديده ديال المزاج، ما بقاش كياكل مزيان وكان كيقضي النهار كامل غير كيتمشى في الدار. كاينين حوايج عجيبه كيوقعوا في الدنيا، قال اورسولا. غير مورا الواد كاينين كاع انواع الادوات السحريه وحنا باقيين عايشين بحال الحمير. الناس اللي كانوا كيعرفوه من نهار ما تاسست ماكوندو تصدموا بشحال تبدل تحت تاثير ميلكياديس. في الاول كان خوسي اركاديو بونديا بحال شي بطل قومي شاب اللي كان كيعطي التعليمات بالزراعه والنصائح لتربيه الدراري والحيوانات، وكان كيتعاون مع كل شيء حتى في التماره باش المجتمع يزيد للقدام. دارو كانت احسن دار في القريه من النهار الاول. الديور الاخرى تبناو على الشكل ديالها، كان فيها صالون صغير مضوي مزيان على شكل طراس فيه الورود ملونين، جوج بيوت ديال النعاس، جرده فيها شجره كبيره، وزريبه صغيره فين كانوا الماعز الحلال في الدجاج عايشين طرونكيل. قدرة أورسولا على الخدمة كانت بحال راجلها، نشيطة صارمة. هاد المرة اللي عمر ما سمعت حتى حد كتغني من قبل، كانت كتخدم في كل بلاصة من الفجر حتى الليل. بفضلها الأرض الحيوطة السداري اللي صنعوهم بيديهم كانوا ديما نقيين، والصنادق القديمة فين كانوا كيخبيو حوايجهم كان كتضرب منهم ريحة الحبق. خوسي اركاديو بوينديا اللي كان اكثر واحد سخون اللي كتاب شافو الدوار رتب الديور بطريقه اللي من اي دار يمكن توصل للواد وتجيب الماء بنفس المجهود. هندس الزناقي حتى ما كانت حتى دار كتشد الشمس اكثر من الاخرى في وقت السخانه. خلال اعوام قصيره ولات ماكوندو قريه اكثر تنظيما من اي قريه في التاريخ. كانت قريه بصح سعيده، فين حتى واحد ما كان فوق 30 عام وفين حتى واحد ما عمره مات فيها. من وقت التاسيس ديالها خوسي اركاديو بوينديا كان كيبني في الفخاخ، وفي وقت قصير عمر ماشي غير دارو ولكن ديور القريه كامله بالطيور، كناري، الهدهد، البيروش، البلاش، لدرجه ان الصداع ديال كاع هاد الانواع ديال الطيور ولا كيبرزط بزاف حتى ان الرسوله كانت كتسد ودنيها بالشمع ديال النحل باش ما تزنزنش. النهار الاول اللي وصلت فيها الغجر كانوا كيبيعوا دوار الراس من كثره الصداع. الناس كاملين تفاجئوا كيفاش قدروا يلقاو هاد القريه المدفونه، والغجر قالوا لهم بانهم لقاو طريق من خلال الصداع ديال الطيور. الروح ديال المبادرة الاجتماعية ديال خوسي اركاديو بونديا تبدلات بواحد الحمى ديال المغناطيس، الحسابات الفلكية والأحلام الذهبية والرغبة باش يكتشف عجائب الدنيا. من راجل نقي ونشيط خوسي اركاديو بونديا ولا راجل كسول في النهار ديالو، ما كيهتمش باللباس ديالو، وعنده لحية طويلة ومرونة اللي أورسولا بزاف باش قدات تحيدها بموس ديال الكوزينة. بزاف ديال الناس كان كيصحاب ليهم بلي راه مسحور، ولكن تا هادوك اللي كانوا متاكدين من الجنون ديالو خلاو الخدمه والعائله ديالهم باش يعاونوه منين جاب الادوات باش يدوز الطريق اللي غادي يربط ماكوندو مع الاختراعات الكبيره الجايه. خوسي اركاديو بوينديا ما كانش عارف والو على جغرافيه المنطقه، كان عارف باللي في الشرق كاينين جبوله صعاب باش تدوز منهم، والجهه الاخرى ديال الجبال كانت مدينه ديال ريو هاتشا
فين في واحد الوقت على حساب شنو قال ليه الجد ديالو اوريليانو بوينديا الاول، سير فرانسيس دريك كان كيصيد التماسيح بالمدافع وكان كيعمرهم بالتبن وكيهديهم للملكه اليزابيث. ملي كان باقي شاب، خوسي اركاديو بوينديا وصحابو مع عيالاتهم والدراري والحيوانات والباكاج ديالهم حاولوا يقطعوا دوك الجبال باش يوصلوا للبحر. ومن بعد 26 شهر تخلوا على الرحله واسسوا ماكوندو. كانت اذا ديك الطريق ما كتهمهمش حيت كانت غير كتفكرهم بالماضي. في الجنوب كانوا المستنقعات مغطيين بطبقه خضراء قديمه اللي على حسب ما قالوا الغجر ما عندهاش حدود. المستنقع الكبير في الغرب كان مخلط مع كميه كبيره ديال الماء فين كانوا عايشين مخلوقات بحريه، نصهم بحال الحوت والنص الفوقاني مرأة. كانوا كيسحروا البحاره بالجمال الغير طبيعي ديالهم ومن بعد ياكلوهم. على حسب الحسابات ديال خوسي اركاديو بوينديا، الامكانيه الوحيده باش يتواصلوا مع الحضاره كانت في الطريق الشماليه. داكشي علاش عطى دوزان تنظيف وسلاح الصيد لصحابو وحط الادوات الملاحه والخرائط ديالو في واحد الشكاره وبدا المغامره متهوره. في النهارات الاولين ما لقاو حتى شي مشكل كبير، هبطوا على طول الجرف الحجري ديال الواد حتى البلاصه فين لقاو الدرع ديال العسكري مول السلسله هادي سنين، ومن تما دخلوا للغابه على طول الطريق بين شجر الليمون. في الاخر ديال السيمانه الاولى قتلوا شوا وغزاله، ولكن اتفقوا باش ياكلوا غير النص ديالها ويملحوا الباقي للايام الجايين. بهذا الاحتياط تفاداو ياكلوا الببغاوات اللي اللحم الزرق ديالهم عنده مذاق قاصح وريحه قويه. من بعد السيمانه الاولى ما بقاوش شافوا الشمس ثاني لاكثر من 10 ايام. الارض ولات رطبه وطريه بحال رماد البركان، والنباتات ولاو كتار وكتار، والغوات ديال الطيور وصوت القرادة ولاو بعاد والدنيا ظلامت. كانوا غادي مسكات لمدة سيمانة تقريبا بحال دي زومبي في كون ديال الحزن منور غير بضوء خفيف ديال الحجرات المضوية، والريات ديالهم تقارات من الريحة الخانقة ديال الغيس. ما قدروش يرجعوا حيت الطريق اللي كانوا كيحلوا برجليهم كانت ديريكت كتسد عاود نباتات جداد. ماشي مشكل، قال خوسي اركاديو بوينديا، المهم ما نضيعوش الطريق. وهو كيشوف البوصله ديالو بقى كيوجه صحابو للشمال باش يقدروا يخرجوا من هذيك المنطقه الملعونه. كانت ليله مظلمه بلا نجوم، ولكن الظلام بدا كيتعمر بهواء نقي وبارد. ملي ما قدوش يزيدوا مازال علقوا الفراش ديالهم ونعسوا نعسه عميقه لاول مره في 2 سيمانات. ملي فاقوا الشمس قربت توصل نص النهار، تصدموا ملي شافوا قدام واحد الحاجه طاير بها النخل. كانت بيضه وكتبان بحال شي غبره في ضوء الصباح. شافوا سفينة اسبانيولية كبيرة مايلة شوية على الجنب، كانوا معلقين من السواري ديالها أشرعة مقطعين وموسخين في وسط الحبال اللي كانوا عامرين بزهور الأوركيد. القاع ديالها كان داخل وسط الحجر ومغطي بطبقة من الطحالب والقواقع البحرية. كانت كتبان بحال عندها بلاصتها الخاصة، واحد البلاصة ديال الوحدة والنسيان، محمية من غدر الوقت وعادات الطيور. ملي خوسي وصحابو دخلوا لداخل بشوية ما لقاو والو غير غابة ديال الورود والزهور. اكتشاف ديال السفينة الغارقة اللي كانت كتشير لقرب البحر كسر العزيمة ديال خوسي اركاديو بوينديا. شافها بحال نوع من سخرية القدر، حيت قضى وقت طويل كيقلب على البحر وما لقاش، وضحى بزاف وتعذب. ومن بعد فاش ما بقاش كيقلب عليه طلع ليه قدامه بحال شي حاجز كبير كيسد عليه الطريق. سنوات من بعد الكولونيل اوريليانو بوينديا داز من داك البلاصه مره اخرى، وكانت دابا ولا الطريق عاديه، والحاجه الوحيده اللي بقات من ديك السفينه هي الهيكل ديالها محروق في وسط حقل ديال الورود. في ديك اللحظه تاكد باللي القصه ما كانش من خيال الاب ديالو، وبدا كيتساءل كيفاش هاد السفينه الكبيره قدرت توصل لداك البلاصه اللي بعيده بزاف على البحر. لكن خوسي اركاديو بوينديا ما فكرش في داك الشيء. ملي وصل للبحر من بعد 4 ايام ديال الطريق من ديك البلاصه فين كانت السفينه، الاحلام ديالو سالاو في ديك اللحظه اللي وقف فيها قدام واحد البحر رمادي مزبد وموسخ ما كانش كيستحق لا المخاطر لا التضحيات اللي دازو منها في الرحله. تفو غوت خوسي، ما كوندو داير بها الماء من كاع الجوايه. الفكره ديال ان ما كوندو شي بجزيره بقات في بال الناس لمده طويله، وكانت مستوحاة من الخريطه اللي خوسي اركاديو بوينديا رسمها منين رجع من الرحله. رسمها وهو معصب ومدمر وبالغ بزاف الصعوبات اللي دايرين على ماكوندو، بحال الا كان كيعاقب راسو على الاختيار الغبي ديال ديك البلاصه. ما عمرنا نوصلوا حتى شي بلاصه، قالها محطم الارسوله، غادي ندوزو حياتنا في هاد العفن بلا ما نستافدو من العلم. داك الاحساس بقى كيدور في راسو لشهور طويله في داك البيت الصغير اللي داير منه مختبر حتى بان ليه البلان ينقل ماكوندو لبلاصه احسن. لكن هاد الخطره
اورسولا كانت عارفاه فاش كيخمم، وبالزربه بدات تقنع العيالات ديال الفيلاج باش يوقفوا ضد القرار ديال رجالهم اللي كانوا كيوجدوا باش يهاجروا. خوسي اركاديو بوينديا ما عرفش فوقاش ولا علاش، ولكن الخطه ديالو تشبكات وسط كوما ديال الاعذار والخيبات والهروب حتى ولات غير وهم بدا كيتبخر. اورسولا كانت كتشوف فيه بكل براءه، وشفقات عليه في اللحظه اللي لقاتو فيه كيهضر مع راسو على الرحيل وكيجمع الادوات ديال المختبر ديالو في الكراطن. خلاتو يكمل، خلاتو يسد الكراطن ويكتب عليهم سميتو بلا ما تعاتبو، وتاكدات باللي هو عارف ان الرجال ديال الفيلاج ما غاديش يساندوه في داك المشروع، حيت سمعاتو ملي كان كيهضر مع راسو. ملي كمل وبدا كيحل الباب، اورسولا سولاتو بنبره هاديه شنو كدير. جاوبها مادام حتى واحد ما بغى يخرج غادي نخرجوا بوحدنا. اورسولا ما تقلقاتش، ما غاديش نخرجوا، جاوباتو، غادي نبقاو هنا حيت تولدنا هنايا. مازال ما مات حتى واحد، قال ليها الانسان ما كيتربطش بشي بلاصه حتى كيتدفن فيه شي حد من القريه. اورسولا جاوباتو بصوت هادي وصارم، الا خاصني نموت باش نبقاو هنايا غنموت. خوسي اركاديو بوينديا ما كانش في بالو بلي مراتو عندها هداك الوجه القاصح. حاول يغريها بروعة الفكرة ديالو بالوعود ديال عالم عجيب فين غير ترش شوية ماء سحري على الأرض حتى تنبت أي حاجة بغيتي وفي أي لحظة بغيتي، وفين كيتباعوا أدوات كتعالج الآلام بثمن رخيص. ولكن أورسولا ما كانش كتحس بوالو من داك التبصر ديالو، كانت جامدة وصارمة. بلاص ما تبقى تدور تفكر في داك التخربيق ديال الاختراعات ديالك، سير شوف ولادك. جاوباتو أورسولا، شوف الحالة اللي ولاو فيها كيجريو بحال الحمير. خوسي اركاديو بوينتيا خدا الهضره ديال مراتو بالمعنى الحرفي، شاف من الشرجم ولقى الدراري ما لابسين والو في رجليهم في الجنينه تحت الشمس. حس في ديك اللحظه بحال الا عاد زادو بسبب الهضره القاصحه ديال اورسولا. وقعت ليه شي حاجه لداخل، حاجه في شكل خداتو من ديك اللحظه وجراتو لواحد البلاصه مع مرور رد ليها البال وسط الذاكره ديالو. الوقت اللي اورسولا رجعت كتنقي الدار بعد ما تاكدات باللي تهنات من التخربيق ديال الهجره طول حياتها، بقى هو واقف ساكت كيشوف الدراري بنظره غارقه، حتى ولات عينو كتغرغر بالدموع. مسحها وخرجت نهيضة طويلة ديال الاستسلام. صافي، قال ليها قولي لهم يجيو يعاونوني نخرجوا الحوايج من الكراطن. خوسي اركاديو الكبير في الولاد كان عنده 14 عام، كان عنده راس مربع وشعر غليظ، شخصية بحال الاب ديالو، ومع انه كان فيه نفس الرغبة في النمو والقوة الجسدية مبين من بكري بلي ما عندوش الخيال. تولد في وقت العبور الصعيب من وسط الجبال قبل ما يتأسس ماكوندو، والوالدين ديالو شكروا ربي ملي شافوه ما مشوهش بحال الحيوان من كثرة ما كانت الطريق صعيبة. اوريليانو اول انسان تولد في ماكوندو غادي يكمل 6 سنين في مارس، كان ساكت ومنطوي على راسو، بكى وهو باقي في كرش مو وتولد وعينيه محلولين وهما كيطويو ليه السره. بدا كيدور راسو من جهه لجهه، كيتفرج في الحوايج اللي في البيت، كيشوف الوجوه الناس بفضول ما فيه حتى شي خوف. ومن بعد ما عطاش اهميه كبيره للناس اللي جاو يشوفوه، وبقى مركز غير على السقف اللي مصنوع من النخل اللي كان بان غادي يطيح من الثقل ديال الشتا. اورسولا مع عمرها بقات شافت ديك النظره القويه مازال، حتى لواحد النهار اوريليانو الصغير دخل الكوزينه في واحد اللحظه اللي كانت فيها كتاخد طنجره سخونه من الفرن وكتحطها فوق الطابله. الدري مداشر قال ليها وهو واقف حدا الباب عندك راه غادي تكب. الطنجره كانت محطوطه مزيان في وسط الطابله، ولكن غير قال ديك الهضره بدات كتحرك بشويه للطرف بحال الا شي حاجه كتجرها، وطاحت وتهرست فوق الارض. اورسولا خافت ومشات شكات لراجلها اللي وقع، ولكن هو ما داش فيها ودار بحال شي حاجه عاديه. كان ديما هكاك اصلا، ما عندوش علاقه قويه مع ولادو حيت كيعتبر الطفوله غير مرحله ديال نقص عقلي من جهه، وحيت كان ديما غارق في التخيلات والحسابات العجيبه ديالو من جهه اخرى. من داك العشيه اللي عيط فيها خوسي اركاديو بوينتيا لولادو باش يعاونوه يخرجوا الحوايج ديال المختبر، بدا كيعطيهم احسن ما في وقته في داك البيت الصغير اللي الحيطان بداو كيتعمروا بالخرائط غريبه ورسومات عجيبه. علمهم يقراو ويكتبوا ويديروا الحساب، وبدا كيهضر معاهم على العجائب ديال العالم، ماشي غير على قد ما قرا وتعلم، ولكن حتى في الحوايج اللي دفع فيهم الخيال ديالو لابعد الحدود. وبهذه الطريقه عرفوا الدراري باللي في الجنوب ديال افريقيا كاينين رجال اذكياء بزاف ومسالمين، والهوايه الوحيده ديالهم هي يجلسوا يفكروا. وعرفوا باللي ممكن يقطعوا البحر الاطلسي بالرجلين غير بالقفز من جزيره لجزيره حتى يوصلوا للجهه الاخرى. هاد الدروس اللي كانت بحال الحلم بقات محفوره في ذاكره الدراري، حتى سنوات من بعد
غير ثانية قبل ما يعطي القائد العسكري الأمر لفرقة الإعدام باش يطلقوا الرصاص، تفكر الكولونيل أوريليانو بوينديا ديك العشية ديال مارس فين الأب ديالو وقف درس الفيزيك وبقى مبهور ويدو مرفوعة في الهواء وعينو ما كتحركش، كيسمع في الأصوات ديال الناي والطبول والزغاريد ديال الغجر اللي راجعين للقرية من جديد، كيعلنوا على آخر وعجب اكتشاف ديال الحكماء ديال ممفيس. كانوا غجر جداد، شباب وشابات ما كيعرفوا حتى لغة غير لغتهم، وجوه زوينة ويديهم خفيفة، والرقصات والموسيقى ديالهم عمرات الزناقي بفرحة مجنونة وفوضى رائعة. كانوا الببغاوات مصبوغين بكاع الالوان وكيغنيو ترانيم ايطاليا، ودجاجه كتبيض 100 بيضه ديال الذهب على ايقاع الدف، وقرد مدرب كيقرا الافكار، وماشينه سحريه كتخيط وكتبري السخانه في نفس الوقت، وماشينه كتنسي الانسان الذكريات الخايبه ديالو، والف اختراع واختراع كل واحد اعجب من الثاني، حتى ولا خوسي اركاديو بوينديا كيتمنى يخترع آلة للذاكره باش يقدر يتفكر كلشي. في ثانيه وحده الغجر قرب له القريه كامله، الناس ديال ماكوندو لقاو راسهم تايهين في الزناقي ديالهم مصدومين من الشطيح والهراج والزحام ديال السوق الكبير. بقى خوسي اركاديو بوينديا كيدور في كل بلاصه بحال شي مهبول، هو شاد ولد في كل يد باش ما يضيعوش وسط داك الزحام، وسط البهلوانات بسنان مذهبين وسته ديال اليدين ومخنوق من ريحه البغال وصبابط الناس، وهو كيقلب على ملكياديس باش يكشف ليه الاسرار ديال هاد العجب اللي يلاه شاف. سول بزاف ديال الغجر ولكن ما كانوش كيعرفوا اللغه ديالو، حتى وصل للبلاصه اللي كان ملكياديس كينصب فيها الخيمه ديالو عاده، ولقى واحد الارميني كيهضر بالاسبانيه وكيعرض واحد الشراب كيقول عليه عنده القدره يخليك غير مرئي. شرب الارميني داك الكاس خطره وحده، الوقت اللي خوسي اركاديو بوينديا دخل في الزحام حتى قدر يسول على ملكياديس. الغجري شاف فيه بنظره خاويه ومرعبه، وقبل ما يجاوب بدا كيدوب بشويه حتى ولا غير قطران، وبقى غير الصدى ديال الجواب ديالو في الهواء. ميلكياديس مات. خوسي اركاديو بوينديا تجمد في بلاصتو مصدوم من الخبر، كيتقاتل مع راسو باش يخرج من هذا الحزن، بقى هكا حتى تفرقات الجوقه. الغجر الاخرين من بعد اكدوا باللي ميلكياديس فعلا مات بالسخانه في شاطئ في سنغافوره، ورماو الجثه ديالو في اعمق نقطه في بحر جافا. الولاد ما اهتموش بالخبر، لحوا عليه بزاف حتى خلص خوسي اركاديو بوينديا 30 ريال ودخل معاهم الوسط ديال الخيمه. تما كان واحد العملاق صدرو معمر بالشعر ومصلح وفي نيفو خاتم ديال النحاس، فرجلو سلسله كبيره من الحديد، وكان كيشوف الصندوق الكبير اللي داير بحال صندوق القراصنه. ملي حل العملاق داك الصندوق خرج منه بخار بارد، وفي الداخل كانت واحد الكتله شفافه ضخمه معمره بالاف ديال الابر من الداخل اللي كيخلق نجمات ملونه من الضوء ديال الغروب كيضرب فيه. خوسي اركاديو بوينديا تحير، عارف باللي الاولاد كيتسناو الشرح في داك اللحظه، وبصوت خافت قال: هذا هو اكبر الماسه في العالم. لا، جاوب الغجري، هذا راه ثلج. خوسي اركاديو بوينديا بلا ما يفهم مد يدو للكتله، ولكن العملاق حيدها، حط 5 دريال الا بغيتي تقيسها. خوسي اركاديو بوينديا خلص وحط يدو فوق الثلج وخلاها تبقى تماك لواحد المده، قلبو عامر بالخوف والفرح في نفس الوقت فاش قاس داك اللغز. ما عرفش اش يقول، لكن خلص 10 ريال اخرى باش ولادو حتى هما يعيشوا ديك التجربه العجيبه. الصغير خوسي اركاديو ما بغاش يمسها، اما اوريليانو فخطا خطوه لقدام ومسها وشد يدو بسرعه وقال مصدوم: سخونه بزاف. لكن الاب ما عطاهمش اهتمام، كان مخدور من روعه المعجزه ونسى في ديك اللحظه كاع الاحباطات ديال المشاريع المجنونه ديالو. زاد خلص 5 دريال اخرين هو حاط يدو فوق التل بحال اللي كيشهد على كتاب مقدس، وقال: هذا هو اعظم اختراع في وقتنا.